عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. وطليت عليكم فيديو جديد. الفيديو تاعنا لليوم باش نحضروا فيه خبز مبسس، خبز بنين برشا برشا. نجموا نحضروه بالطبيعة في شهر رمضان، راهو جي بنين 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 على الاخر وخفيف هشوش. حصيلو نودكم ومن شهيكم، حاجة تعمل الكيف. وقبل ما اللي نبداو في تحضير الخبز نتاعنا، نحب نقول لكم إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تشجعوني باللي جيم ولي كومنتير. كلامكم الحلو هو اللي شجعني زادة ويخليني نقدم أكثر. البارتاج زادة تنجموا تبارتاجيو الفيديو بين أصحابكم وحبابكم. كيف نحب نقول لك إذا كانك أول مرة تشاهد القناة تنجم تنضم لقناتي بالضغط على زر الاشتراك سابوني أو اشتراك أو سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. على كل مانيش باش نطول عليكم برشا، نمشيو توا ديريكت نبداو نحضروا في الخبز نتاعنا. بالنسبه للخبز المبسس لنا راهو باش نحضروا بالسميد هكا من غير فرينه، سميد ارطب. نشوفوا لنا المكونات اللي هما كما قلت سميد ارطب، ساشي خميره خبز، عنا ملح باش نملحوا به الخبز نتاعنا بطبيعه، وزيت وبطبيعه ماء دافي. هذوما المكونات نتاعنا. لنا توا حطيت كيلو سميد وحطيت معاه خميره الخبز. توا باش نخلطهم كيف هكا بالكدا مع بعضهم. بالنسبه للعجنان نتاعهم اني باش نعجنهم في وسط العجانه. اهم حاجه لنا في الخبز يلزم نعجنوه بالكدا. باهي نكمل توا نخلط الخميره والسميد كيف هكا مع بعضهم. لنا توا ضفت زيت زيتونه باش نبسس بيه السميد متاعي. نحرك السميد كيف هكا نحاول نخلطه مع الزيت. وبعد تالي باش نكمل نفاوح السميد باش نحط له لفاحات متاع الخبز بطبيعه. بالنسبه للفاحات متاع الخبز تنجموا تستعملوا اللي تحبوا عليه التومه. بالنسبه ليا اني حطيت شويه سينوج اللي هي الحبه السوداء، حطيت شويه بسباس، وتوا باش نملح حطيت الملح. نخلط كل شيء مع بعضه وباش نزيد نضيف له الماء الدافي ونحطه في وسط العجانه يتعجن. نحط توا العجينة متاعي تتعجن كيف هكا. كما قلت لكم بالنسبة للمعجنات بصفة عامة وخاصة الخبز يلزم العجينة متاعه تتعجن بالكدي باش نتحصلوا على نتيجة باهية. لنا توا العجينة متاعي قاعدة تتعجن، ويني قاعدة نشوف فيها كي نشوفها تستحق الزيادة في الماء نزيدها. بالنسبة للماء يلزم يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون برشا. هذه العجينة تاعي توا كملت عجنت. نلمها توا كيف هكا ونصب عليها شوية زيت من الفوق ونولي نغطاها ونخليها تخمر. لنا توا غطيتها بالبابي سولوفان وزدت حطيت عليها منديلة ونخليها تخمر بالكدا ونولي نرجع لها من بعد. نرجع توا للعجينة متاعي مرة أخرى. لنا العجينة متاعي خمرت يعني كما تشوفوا فيها ما شاء الله. توا حطيت شوية سميد كيف هكا على البلان دي ترافاي وباش نقسم العجينة متاعي. نقسمها كيف هكا الخبيزات. بالنسبة للحجم راهو تعملوهم كيف ما اللي تحبوا التومة، خبزات كبار ولا خبزات صغار. نبدأ توا نحل في الخبيزات متاعي كيف هكا بالخبيزة ونحطهم في الطبق اللي باش نحطه بعد تالي في الفور. كما قلت لكم الخبز هذايا راهو بنين برشا برشا، نجموا تحضروه لطاولة رمضان يجي بنين على الاخر، وتنجموا تحضروه في اي وقت راهو. وهذه هي الخبيزة متاعي الاولى حليتها. ونكمل نحل الخبيزات متاعي الكل كيف ونحطهم في الطبق متاع الفور.
وهذوما الخبيزات متاعي بعد ما اللي كملت حليتهم. هذا كان الشكل نتاعهم. نجي تو للخبز هذه اللي عملتها في شكل الباجيت، وباش نعمل لها فتحات كيف هكا لازم يكون عنا سكينه ماضيه باش نعملوا لها الفتحات هذونكا. وتوا باش نغطي الخبز نتاعي ونخليه يعمل التخميره الثانيه في عقله، وفي الوقت هذايا باش نشعل الفور ونخليه يسخن على اعلى درجه. بالنسبه للخبز راهو ديما نطيبوه على اعلى درجه. نرجع توا للخبز تاعي بعد ما اللي يعمل التخميره الثانيه. نقبت الخبزات كيف هكا بالفرشيطة، وخذيت أصفر بيضة معاه شوية حليب، خلطتهم بالكدي ولنا توا دهنت بيه الخبزات متاعي كيف هكا الكل، ونولي نحطهم في الفور. بالنسبة للتخميرة الثانية راهو نجمو تعملها من 20 دقيقة حتى ل 30 دقيقة ما فوق. هو فين يقعد يعمل التخميرة الثانية فين خير. وهذوما الخبيزات نتاعي بعد ما اللي كملت دهنتهم بأصفر البيض وشوية الحليب. تو ما تبقى كام باش نحطهم في الفور وتشوفوهم وقت لا يحضروا إن شاء الله. والخبيزات متاعي حضروا، وهذا كان الشكل نتاعهم. ما شاء الله نودكم وما نشهيكم، الريحة تفحفح لنا في وسط الكوجينة، بنا بنا بنا، حاجة تعمل الكيف بصراحة، حاجة بنينة نظيفة في الدار تحضرها. ما شاء الله نودكم وما نشهيكم. هنا كيما تشوفوا فيه طري منفج خارق العادة بصراحة. شوفوا التراوة اللي فيه والشكل نتاعو كيفنو جي. حصيلوا ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. والى كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تشجعوني بالليجام، لي كومنتير، البارتاج. والى كانك اول مره تشاهد قناتي نحب نقولك تنجم تنضم للقناه بالضغط على زر الاشتراك سابوني وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديدي. كما تنجموا تتبعوني زادا على الانستغرام نتاعي هو حياة كسوس. واني تو ما تبقى لي كان باش نقولكم ان شاء الله في فيديو جديد. على بروشين وبسلامة.